السلام عليكم متابعين قناة خياطة تيفي في حلقة جديدة وفيديو جديد في قناتي قناة خياطة تيفي. اليوم جيتكم أعزائي وعزيزتي فيديو جديد عن كيفية خياطة وسادة بهذا القماش وبالسحاب. هاد القماش تاع الكوفرطات لي راه داير توندونس هاد العام. مهم بلا ما نطول عليكم الهضره ندخلوا في صلب الموضوع ديريكت. شريت هنا نحتاجو لهذا القماش ونحتاجو زوج تاع السناسل كيما هاك سحاب، زوج تاع السحابات ولا سناسل كيما تسموهم. مهم هادو زوج باسكو غادي نخدم زوج تاع الوسادات. والقماش راهي شريت لي زابونه 80 سنتيم، صادير تروحي عندهم الحانوت ولا عطيني 80 سنتيم من هذاك الكتان اللي هو هذا، وزوج تاع سحاب وتشري خيط على حسابهم. دائما الخيط يكون نفس لون القماش تاعنا. لنبدا التفصيل على بركه الله. شوفوا غادي نوريكم خطوه بخطوه تفصيله بتفصيله، فقط تبعوا معايا. شوفوا لقفت القماش تاعي العرض تاعه منا لهنا، هذا العرض 80 سنتيم طول تاع الرولو. شا غادي ندير؟ فرشته بهذه الطريقه كيما راه موضح امامكم. غادي نلقى هذا الجزء تاع دي الجهه نروح نديه حتى لهذاك الجزء هذا، غادي نطويه على 2، نديه نطويه على 2. تبعوا معايا نطويه امامكم قريب مع هذا لا هاك هو. بعد ما طويتها على 2 قدمتها لكم، هذه الجهه المغلقه وهذيك الجهه مفتوحه اللي طويت عليها الان. شنو نزيد ندير؟ الخطوه الثانيه نعاود نلقف نعاود نطوي هكا، والجهه الاخرى ثاني نطويها. صبروا نسقمها بهذه الطريقه. هذه الطريقه راني طاويه القماش تاعي على 4. هذه كي نبغوا نفصلوا حجاب ولا تاني نطووه بهذه الطريقه على 4. هذا المعنى تاع كلمه نطوي قماشي على 4. راني شرحتها لكم بالصوره الان، تبعوا معايا. ها هو الكتان تاعي راه مطوي على 4. شوفوا غادي نردها هاك، راه فيه القماش تاعي منا لهنا. شوف منا لهنا، منا القماش تاعي راه فيه منا لهنا 50 سنتيم ومنا لهنا 80. غادي نخليه كيما راه. شنجي ندير؟ الحاجه اللي نجي نديرها هي انا نحتاج منا لهنا 70 سنتيم، اللي تكون باغيه دير مخده تاع بريه تقلع زوج وهو هكا 80 اللي ديرهم في الخلف تكتمهم باش دير بريه، والاخرين زوج تاع الامام دير فيهم 70 تقص منهم. لكن انا بما اني غادي جابت لي السناسل ما كانش قالت لي بلي غادي دير سناسل، كنت حاسبه غادي دير بريه وقلت لها شري 80. اللي تبغي تشري دير تاع السنسله تشري فقط 70 سنتيم، نحو غير فتيته غير شويه 10. تادير منا القماش تاعي شوفوا منا لهنا 50 ومنا لهنا 70. اش غادي ندير؟ غادي نقص منا ومنا. ربعة تاع الطرف. بسم الله. 1 2 3 و4. أيا للخياطة باش ننتقلوا والآن كما راكم تشوفوا انتقلنا لمرحلة الخياطة. ها هو القماش مفرش أمامكم. طرف من هادوك 4 راني حطيته الوجه راه مقابلني ومقابلكم. جبت السحابة تاعي ولا السنسلة اللي كيما راهي موضحة امامكم. الان اش غادي ندير؟ غادي نحط السحاب بهذه الطريقه.
اللي موالفة تبعني تكون عارفة هذه الطريقة باسكو راني شارحتها من قبل. معليش نعاود معاكم هنا. شوفوا بهذه الطريقة نحطه ونبدا نخيط. تبعوا خطوة بخطوة. دوك نخيطه بهذه الطريقة. تبعوا هنا. بعد ما خيطته ننتقلوا الخطوة التي تليها. شوفوا كي نقلبوا القماش منا نعاود نخيط هنا. شوفوا في هذه البلاصة نطويها بهذا الشكل ونخيط فوقها باش تجيني الخياطة تاعي شابة متينة وبيان فيني. تبعوا معايا نخيط ونكملوا مع بعض. ها هي النتيجة تاعه. الآن ننتقل للخطوة التي تليها. نجيب الطرف الزاوج ولا الجزء الثاني تاع الوسادة بهذه الطريقة. غادي نخيطه كيما وريتكم. شوفوا نحط المخدة على الوجه. نجيب هذاك الطرف نحطه في الجهة العلوية تاع السحاب. شوفوا كيما راه موضح. تبعوا خطوة بخطوة باش تخرج لكم مخدة سهلة وشابة وبيان فيني. تبعوا معايا بهذه الطريقة. نخيط ندير الوجه فوق الوجه ونخيط السحاب تاعي كما راه موضح عندي في الفيديو. هنا بعد ما خيط السحاب تاعي وراه موضح امامكم. شوفوا نفس الطريقه اللي درتها مع الاولى نعاود نديرها مع الجهه الثانيه ونخيط في هذيك الجهه تاع السحاب اللي كنت خيطتها في المرحله الاولى. نعاود ندير نفس المرحله نمر عليها بهذه الطريقه. نخيطها كاع وننتقلوا لمرحله اخرى واللي هي نغلقوا الوساده تاعنا من النواحي الثلاثه المتبقيه. ها هي الان بعد ما خيطناها وخرجت شابه في لافينيسيون كاع. الان نجو نغلقوا. كيش نديروا نغلقوها؟ نجو في الجوانب بهذه الطريقه. نشد القماش تاعي هكا ونحطه تحت ماكينه الخياطه ونخيطه بشكل مستقيم. شوفوا كيما هاك ندير القماش تاعي. تبعوا مليح ونكمل نخيط كاع صاير داير على المخدة تاعي بشرط انه نخلي السلسلة من الفوق جزء منها مفتوح باش كي تجو تقلبوها ما تنغبنوش وتنقلب لكم بسهولة. دوك انا نخيط ونعاود نوليكم. هي بعد ما خيطتها الان نحلها منا نحي الزوائد زيادة اللي منا يكون خيطتهم ونقلبها. دوك نقلبها ونوليكم. ها هي المخدة بعد ما قلبتها. دروك شو غادي ندير؟ كي قلبتها غادي نجي هنا في الطرف نخيط منا نخيط كاع منا صاير داير عليها حتى لهنا باش تجي لا فينيسيون شابه. دوك انا نخيطها ونوريكم النتيجه الاخيره تاعها كي خرجت. شوفوا غادي تخرج كيما هاك. ديجا راني مخيطه وحده. شوفوا لا فينيسيون تاعها كي تجي شابه. شوفوا لي المخده كي تخرج شابه. ها شوف بسم الله ما شاء الله. نتمنى تكونوا استفاديتوا وعجبكم الفيديو وفهمتوا الشرح. شرحت لكم بشرح مبسط. ما تنسوش من فضلكم دعمي بالاشتراك وبالتعليقات وبليجيم وبالبارطاج باش نواصل في هاد لي فيديو وينتشر على نطاق اكبر باش اللي تبغي تتعلم تكون لكم تاني صادقه هذيك الجيم ولا هذيك البارطاج ولا هذاك الكومونتير باش تشوفها واحده اخرى مبتدئه باغيه تتعلم وما تقدرش تخرج من دارهم تروح للسونتر. دونك مرحبا بكم عندي. دوك نوريها لكم في مخدة الآن. يعني غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه في حلقة جديدة إن شاء الله وفيديو جديد وفكرة جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه وفي حلقة جديدة إن شاء الله. شوفوا أي حاجة راكم باغين تتعلموها اعطوني الأفكار في لي كومونتير وأنا نطبقهم بإذن الله. سلام.